السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوقات كتير بنتمنى ان يرجع بينا الزمن عشان نغير في حياتنا ونغير من القرارات اللي خدناها. في الفيديو ده هقولك على شوية نصايح لو انت في سن صغير، صدقني هيفيدوك كتير وهوفر عليك وقت ومجهود وتجارب كتير. فكمل الفيديو للآخر. احنا لما بنتولد في حاجات بنتعلمها في البيت وفي حاجات بنتعلمها في المدرسة، بس منهج الحياة محدش بيعلمهن غير الحياة. كلنا في بداية حياتنا واحنا طالعين مش فاهمين حاجة، بنبقى عايزين ان احنا نرضي الناس كلها، وده خطأ كبير قوي بيقع فيه معظمنا. اوعى تحط الناس في دماغك، واوعى تحاول ترضي الناس، لان مهما عملت انت مش هتعرف ترضي الناس. ارضاء الناس ده اصلا شيء يعتبر مستحيل. اتعامل مع الناس بعقلك وخلي معاملاتك مع الناس جادة وفيها حدود. تاني نصيحة عايز اقولك عليها انك تعتمد على نفسك من وانت صغير، عشان لما تكبر صدقني الموضوع هيبقى صعب. وياريت ما تعتمدش على بابا وماما كتير، لان والدك ووالدتك هيجيلهم في يوم من الايام ويتوفوا وما يبقوش موجودين، فياريت تعتمد على نفسك. تالت نصيحة عايز اقولك عليها، واللي بشوف معظم الناس مجرد ما تفشل في اول خبطة بتستسلم. عايز اقولك انك انت الفشل ده مستمر معاك لحد ما تنجح. الفشل بيجي يمكن بعد النجاح كمان. الفشل ده مستمر معاك مش هيسيبك، فلازم تتعود عليه. اوعى تستسلم وخليك مكمل وانت هتوصل. يمكن يكون فاضلك تكة وتوصل. رابع حاجة، اتحكم في كل جوانب حياتك. انت اللي تتحكم في حياتك مش حد تاني، واهمهم الوقت والتسويف. خامس حاجة، العلاقات. لازم تبني علاقات. العلاقات هتفيدك بعدين في حاجات كتير. والناس اللي حواليك لازم تختار الناس اللي حواليك بعناية. سادس نصيحة وهي عاداتك. لازم تاخد بالك من عاداتك كويس، لأن الإنسان يعتبر حياته عبارة عن مجموعة عادات، فأنت هو عاداتك. سابع نصيحة، اتعلم ازاي تدير فلوسك. لازم تتعلم ازاي تعمل خطة لصرف فلوسك، يعني ما تصرفش فلوسك وخلاص. تبقى عارف اللي خارج ايه واللي داخل ايه، تبقى عارف اللي خارج كام واللي داخل كام. تامن نصيحة وهو تفكيرك. ركز على تفكيرك، ركز على طريقة تفكيرك، لأن تفكيرك دلوقتي هو اللي هيحدد انت هتكون فين بعدين. تاسع نصيحة، اتعلم اتعلم اتعلم. اتعلم ازاي تتعلم، اتعلم ازاي تزود معرفتك وثقافتك. احنا هنفضل لحد ما نموت نتعلم. اتعلم لغة، اسمع بودكاست، افضل اتعلم كل يوم. عاشر نصيحة بقى، ودي كنت سايبها لك للآخر، ودي أهمهم، وهو الجانب الديني وصلاتك وعلاقتك مع ربنا. علاقتك مع ربنا تخليك تعدي أي حاجة وأي محنة، وتخليك ما تخافش من أي حاجة. فدي أهم حاجة لازم تاخد بالك منها. ويجي بعد كده جسمك وصحتك، لأن دول رأس مالك. وبعد كده تهتم بفلوسك. كل نصيحة قلتها هي نقطة تحول، بس التحول الحقيقي لما تبدأ تطبق، مش تسمع الفيديو خلاص. وبكده الفيديو يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.